الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. سيادة الرئيس، هي ثورة ولا مش ثورة؟ هو برلمان ثورة ولا مش برلمان ثورة؟ هو ده السؤال يا ريس اللي الشارع بيسأله. هو برلمان ثورة، هو مجلس قيادة لهذه الثورة، هو برلمان قادر أن يفعل ما لا يستطيع غيره أن يفعله، لأن احنا الوحاد المنتخبين يا سيادة الرئيس. فالنهاردة لما الأغلبية تقف وتقول نحن نستطيع سحب الثقة من الحكومة، وتطالب بسحب الثقة من الحكومة ولا نسحب الثقة من الحكومة، بيجي لنا شيزوفرينيا يا ريس سياسية. ازاي تبقى الأغلبية أو البرلمان كله عايز يرفع الثقة من الحكومة وبيقول أنا أقدر أرفع الثقة من الحكومة وما يرفعش الثقة من الحكومة؟ ده سؤال عجيب بيسأله الشارع يا ريس. هيعملوا فينا اللي عملوه مع اللي قبليهم. حكومة ايه يا ريس اللي انت بتحاسبها يا ريس؟ ما انت عارف السلطة مع مين يا ريس؟ السلطة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللي جاب عصام شرف، جاب شفيق وجاب عصام شرف وجاب الحكومة دي. واحنا النهارده يا ريس هيعملوا فينا اللي عملوه فيهم عشان الشعب يقول لك برلمان اهو جه ولا عمل حاجة ولا نيل حاجه. وبيقول لك الاسرائيل بيقفلوا سفارتهم وماشيين، يعني ممكن يبقى في حرب اختلاقيه كده اهو ونخش في مرحله بقى ما نعرفش احنا اخرتنا رايحين فين يا ريس. ارجوك لو عايزين تسحبوا الثقه من الحكومه صوتوا ان انتوا تسحبوا الثقه. قولوا ان احنا عايزين نسحب، قولوا هنمشي في اجراءات لائحيه قانونيه ليست بهذه الطريقه. اتفضل اجلس يا ريس. ليست بهذه الطريقه. اجلس يا استاذ مصطفى. احنا بنشتغل لائحي وقانوني. انا بقول لك سحب الثقه مش برفع الايدي. اتفضل يا ريس. ثوره، اتعامل معاهم كثوره، اتعامل معاهم كثوره يا ريس. يا سيدي المجلس خد قرار قبل ذلك بالذي تقول. اتفضل.